الكنف الأسود. خلال تجديد عمرة الضفيرة الثانية، حكت دعجاء ما حدث لها بعدما افترقت عن عمتها دخيمة وأخيها نهشل، وانطلقت مسرعة في الصحراء على ظهر ذلك الجواد. استمر الجواد يجري بخطى متسارعة حتى قطع مسافة ليست باليسيرة، ودعجاء متمسكة به بكل قوتها خوفا من أن تقع. مع غروب الشمس خفف الجواد من سرعته وبدأ يسير ببطء حتى توقف تماما. كانت دعجاء منهكة ولم تتماثل للشفاء تماما، وجروحها زادت من معاناتها وتعبها، لذلك حاولت استغلال فترة التوقف لأخذ قسط من الراحة، وبالفعل غفت وغطت في نوم عميق، لكنها استيقظت عندما ارتطمت بالأرض جراء سقوط الجواد. لم تنهض دعجاء مباشرة وبقيت خلف دابتها الممددة على الأرض لأنها كانت متعبة جدا، وبعد دقائق أحست بحركة غريبة آتية من بطن الجواد، فتشبثت بالرداء الذي كان يغطيها، لأنها تيقنت أن بعض الدواب المفترسة بدأت تنهش في جثته ولم تكن تريد أن تكون جزءا من وليمتها. استمرت حركة الجواد واهتزازة جثته وكأن شيئا يحفر في بطنه، ودعجاء مختبئة خلفه تغطي نفسها بذلك اللحاف. بعد مدة يسيرة توقفت الحركة، وسمعت دعجاء صوتا يقول: هذه ستكون مناسبة. استغربت دعجاء عندما سمعت هذه الكلمات، لأنها ظنت أن الحركة كانت بسبب حيوانات الصحراء المفترسة، لذا قررت اختلاس النظر من وراء ظهر الجواد، فرأت امرأة عجوز تمسك في يدها قطعة من لحم الجواد وتتفحصها، ولأن الوقت كان ليلا لم تستطع دعجاء رؤية ملامح العجوز، لكنها رأت أمعاء الجواد منثورة تحت قدميها والدماء حولها، لتدرك أن تلك المرأة قامت بشق بطنه واستخراج شيء منه. وضعت العجوز قطعة اللحم في حقيبة من الجلد وبدأت بالسير مبتعدة عن جثمان الجواد، وفي تلك اللحظة استجمعت دعجاء شجاعتها وقالت: من أنت؟ التفتت العجوز بسرعة نحو دعجاء وقالت: من هنا؟ أنزلت دعجاء رأسها واختبأت خلف جثة الجواد وغطت نفسها باللحاف، وندمت أنها تحدثت ونادت على تلك المرأة، لكن اختباءها لم يدم طويلا، حيث أن لحافها سحب بقوة من فوقها، لترى العجوز واقفة عند رأسها تنظر إليها بحدة قائلة: من أنت؟ ومن أين أتيت؟ دعجاء وهي خائفة: لقد كنت أسير وحدي في الصحراء وهذا جوادي. العجوز وهي تضع حقيبتها الجلدية على الأرض: كيف لطفلة مثلك أن تسافر وحدها؟ قولي الحقيقة. حكت دعجاء على عجالة كيف انتهى المطاف بها في هذا المكان، فقالت العجوز: وأين زوجة أبيك الآن؟ دعجاء: لا أعرف. العجوز وهي تحدق بجسد دعجاء: هل زوجك من فعل بك ذلك؟ دعجاء تهز رأسها بالموافقة. أخذت العجوز نفسا عميقا ثم زفرته بقوة وقالت: هيا سأعيدك لأهلك. دعجاء بخوف: لا 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 أريد أن أعود. العجوز بغضب: ألا تريدين العودة لأهلك؟ دعجاء وهي تضع يديها على رأسها: لا. العجوز بغضب: ابقي هنا إذن. حملت العجوز حقيبتها وبدأت بالسير مبتعدة عن دعجاء التي بدأت بالبكاء. سحبت دعجاء الغطاء وغطت نفسها وهي تبكي، وبعد دقائق أحست بالغطاء يسحب مرة أخرى من فوقها، لتجد العجوز تحدق بها بوجه متجهم وهي تقول: هيا تعالي معي. دعجاء وهي تغطي نفسها مرة أخرى: أخبرتك بأني لا أريد العودة لأهلي. العجوز بهدوء: لن آخذك لأهلك. دعجاء وهي تنزل الغطاء عن وجهها: إلى أين ستأخذينني إذن؟ العجوز وهي تدير ظهرها لدعجاء: سأخذك معي. دعجاء وهي ترمي الغطاء جانبا وتتبع العجوز: تأخذيني معك إلى أين؟ صارت العجوز ولم ترد على دعجاء التي تبعتها بصمت. بعد مسيرة ليست بالطويلة توقفت العجوز وبدأت تحدق بالنجوم. دعجاء وهي تنظر بوجهها المليء بالجروح للسماء: عن ماذا تبحثين يا عمه؟ مدت العجوز يدها في حقيبتها الجلدية وأخرجت قطعة صغيرة من اللحم
الذي أخذته من جثة الحصان ووضعتها في فمها وبدأت بمضغها وهي تقول: أنا أبحث عنه. دعجاء وهي تلتفت على العجوز: تبحثين عن من؟ لم ترد العجوز على دعجاء، واستمرت في التحديق بالنجوم لدقائق حتى أشارت بإصبعها وقالت: هناك، هل تستطيعين رؤيته؟ أمعنت دعجاء النظر في الاتجاه الذي كانت تشير إليه العجوز، لكنها لم ترى شيئا وقالت: لا أرى شيئا يا عمه. ابتسمت العجوز وعيناها ما زالتا تحدقان بالنجوم، وعقدت أصابعها وبدأت تتمتم ببعض الطلاسم، فنظرت إليها دعجاء باستغراب وقالت: ما بك يا عمه؟ لم ترد العجوز على دعجاء، واستمرت بالتمتمة حتى ظهر في السماء وهج كبير أثار رعب دعجاء ودفع للاختباء خلفها. استمرت العجوز بقراءة الطلاسم وبدأت ترفع صوتها خلال القراءة، والوهج يزداد نورا وحجما حتى بدأ يصدر صراخات مخيفة. دعجاء وهي تشد رداء العجوز: ماذا يحدث يا عمه؟ صمتت العجوز فجأة وانطفق البريق والوهج الذي كان ينير السماء ليسقط جرم أسود كبير أشبه بالصخرة الكبيرة على بعد يسير منهم. رفعت العجوز رأسها ونظرت للصخرة الكبيرة التي بدأت تنفلق وتتحطم ببطء وهي تقول: اختبئي خلف تلك الهضبة الرملية يا صبية. دعجاء بقلق وخوف: أخبريني ما الذي يحدث يا عمه؟ العجوز وهي تصرخ في دعجاء: اذهبي بسرعة. قبل أن يخرج جرت دعجاء مسرعة نحو الهضبة الرملية التي كانت خلفهم، وصعدت فوقها واستلقت وظلت تراقب تلك الصخرة وهي تتفتت، والعجوز تقف أمامها وكأنها تنتظر شيئا يخرج منها. وبالفعل انفلقت وخرج منها كائن ضخم غريب الشكل يصرخ بقوة بصرخات كانت أشبه بالصياح. وضعت دعجاء يدها على فمها لتكتم رغبتها في الصراخ، وراقبت بعينين دامعتين من الخوف ذلك الوحش المخيف الذي كان بجسم إنسان ضخم مفتول العضلات ورأس حصان بقرون ضخمة وعينين تشعان نورا كالشمس. زادت رهبة وخوف دعجاء عندما بدأ ذلك المخلوق بالتحدث مع العجوز بقوله: ما الذي تريدينه يا عانكة؟ عانكة وهي تبتسم وتضع حقيبتها الجلدية جانبا: أنت تعرف لماذا أطاردك يا مدراس. مدراس وهو يصرخ بقوة: لا تتدخلي فيما لا يعنيك. عانكة: الأمر لا يعنيني، لكن القافلة التي تقطع طريقها استأجرتني للتخلص منك. مدراس وهو يضحك بصوت مرتفع: تتخلصين مني؟ هل تعرفين مع من تتحدثين؟ أنت لست سوى ساحرة وضيعة. عانكة وهي تبتسم: ومع ذلك تعرف من أنا. تجهم مدراس واندفع نحو عانكة برأسه وكأنه يريد نطحها، لكنها وبحركة سريعة تنحت عن طريقه ليتوقف ويعاود الكرة ويفشل مرة أخرى في إصابة عانكة التي كانت حركتها سريعة جدا مكنتها من تفادي كل محاولات مدراس للإطاحة بها. في تلك الأثناء كانت دعجاء تراقب حركات عانكة السريعة باستغراب، لأنها عندما كانت تمشي خلفها لاحظت أنها تمشي ببطء وثقل مثل أي امرأة في سنها، لكن ما تراه الآن أمامها خالف كل توقعاتها. استمرت عانكة بمراوغة مدراس لبرهة من الزمن حتى بدأت بوادر التعب تظهر عليه، وقالت وهي تبتسم: هل انتهينا من اللعب الآن؟ مدراس وهو يتنفس بثقل والأبخرة تخرج من فمه ومنخاره الضخم: ليس بعد يا ساحرة. أمسك مدراس أقرانه واقتلعها من رأسه ليخرج من نهايتها أنصال حادة وطويلة، واندفع نحو عانكة وهو يصرخ ويلوح بتلك السيوف الضخمة. وقبل وصوله إليها بخطوات بسيطة قفزت فوقه بسرعة خاطفة وقبضت كفيها ووضعتهما فوق بعضهما البعض لتخرج مطرقة كبيرة بين كفوفها أنزلتها على مدراس الذي صرخ صرخته الأخيرة قبل تحطم رأسه وتهشمه بالكامل. وقع مدراس سريعا وهبطت بجانبه عانكة وعلى وجهها ابتسامة خفيفة وهي تقول: أكبر خدمة يمكن أن تقدمها لعدوك هي التقليل من شأنه. التفتت عانكة نحو دعجاء لتجدها تنظر بفم مفتوح من التعجب، فابتسمت ثم صرخت فيها وقالت: أحضري حقيبتي بسرعة قبل أن يضمحل. قفزت دعجاء من مكانها
وتوجهت نحو الحقيبة الجلدية وحملتها وجرت نحو عانكة ومدتها لها، ونظرها على جثة مدراس الواقعة على الأرض برأسه المحطم وهي تقول: ما الذي حدث يا عمه؟ أخذت عانكة الحقيبة الجلدية دون أن ترد على دعجاء، وأخرجت منها خنجرا وبدأت بشق بطن مدراس، ودعجاء تنظر لها بتعجب. بعدما فتحت بطنه استأصلت كبده، ثم أخرجت قطعة اللحم التي أخذتها من الجواد الذي كانت تمتطيه دعجاء، والذي اتضح أنها كانت كبده أيضا، ووضعتها داخل أحشاء مدراس بدل كبده التي استأصلتها للتو. وضعت عانكة كبد مدراس في حقيبتها وقالت وهي تنظر للشمس التي بدأت تشرق من الأفق: يمكنك الآن أن ترحل بسلام يا شيطان. بدأت جثة مدراس بالتبخر، ودعجاء تنظر لما يحدث بذهول كبير. وضعت عانكة حقيبتها الجلدية على كتفها وبدأت بالسير مبتعدة عن المكان. انقطع سرحان دعجاء ولحقت بعانكة وهي تقول: أنا أحلم أليس كذلك؟ أنا مصابة بالحمى، لذلك أتوهم كل ما يحدث لي الآن. توقفت عانكة ومدت يدها في حقيبتها. تذكرت أني لم أعطك شيئا لتداوي به جروحك. أخرجت عانكة يدها من الحقيبة وبدأت تمسح مرهما على وجه وأكتاف دعجاء وهي تقول: هذا المرهم سيساعدك على التماثل للشفاء سريعا. دعجاء وهي تستنشق رائحة المرهم الفواحة: رائحته كريهة يا عمه. عانكة وهي لا تزال تمسح المرهم على وجه دعجاء: ماذا تتوقعين من مرهم؟ أحد مكوناته فضلات القرود. أبعدت دعجاء يد عانكة بسرعة وهي تقول بعصبية: فضلات قرود؟ عانكة بتعجب: نعم، قرود، عرق سلالة من قرود جبال الجنوب. دعجاء بغضب: وهل هذا يجعل من الأمر أقل سوءا؟ عانكة وهي تمسح ما تبقى من المرهم على صدرها: لو كنت تعرفين قيمة هذا المرهم لأكلته أيضا. دعجاء بوجه متقرف: أنت غريبة يا عمه. عانكة وهي تكمل المسير مبتسمة: هيا كي لا نتأخر. دعجاء وهي تتبعها: إلى أين؟ عانكة: لأحصل على أجري. دعجاء: تقصدين من الذين استأجروك لقتل ذلك الوحش؟ عانكة وهي تضحك: وحش؟ نعم. دعجاء: لماذا تضحكين؟ ألم يكن ذلك وحشا؟ عانكة: لقد كان شيطانا عابثا. دعجاء: عابثا؟ ما معنى ذلك؟ عانكة: هناك شياطين لا تحترم الخط المرسوم. دعجاء: أي خط؟ عانكة وهي تنظر للشمس التي بدأت تشتد حرارتها: هل تستطيعين السير في هذا الحر وأنت متعبة؟ دعجاء: والتعب ظاهر عليها. نعم، لا بأس يا عمه. عانكة: لا تجامل أحدا على حساب نفسك، فمن لا يرحم نفسه لن ترحمه الناس أبدا. دعجاء وهي تنزل رأسها للأرض: بصراحة أنا متعبة جدا يا عمه، لكن لم أحب أن أخبرك كي لا تضيقي بي وتتركيني. عانكة وهي تنزل على ركبها وتمسك بأكتاف دعجاء: قد لا تصدقيني لأننا التقينا للتو، لكن أعدك بأني لن أتركك أبدا إلا إذا طلبت مني ذلك. دعجاء: لكنك رحلت للتو دون أن تأخذيني معك. عانكة وهي تبتسم: هل كنت تريدين مني أن أحملك على أكتافي؟ دعجاء: لا، ولكن عانكة لن أتركك أبدا حتى تطلبي مني ذلك. دعجاء وهي تنظر في عيني عانكة وتدمع: أصدقك يا عمه. عانكة وهي تبتسم: هل تحبين الطيران؟ دعجاء باستغراب: الطيران؟ عانكة وهي تنهض وتعقد أصابعها: يمكننا الوصول لوجهتنا بطلسم الانتقال في لمح البصر، لكني أريد أن أجعل رحلتك أكثر إمتاعا. دعجاء باستغراب: طلاسم الانتقال؟ خرج أمام عانكة 3 شياطين انحنوا على ركبهم بمجرد رؤيتهم لها، وقال أكبرهم حجما: بماذا تأمرين يا سيدة عانكة؟ عانكة وهي تبتسم: اختاري دابتك يا صبية. دعجاء وهي تنظر للشياطين 3 بتعجب: دابتي؟ عانكة: نعم، دابتك التي ستركبين عليها. دعجاء تنظر بفم مفتوح للشياطين 3. عانكة وهي تمسك بيد دعجاء وتركبها أحد الشياطين: هذا الشيطان مناسب لك. ركبت عانكة الشيطان الذي تحدث معها، وأمرت الثالث بأن يسبقهم ويرصد لهم الطريق، ودعجاء تشاهد ما يحدث حولها
ويكاد يغمى عليها من التعب والاندهاش. حلق الجميع في الهواء بعد أمر عانكة، وكادت دعجاء تسقط من على ظهر الشيطان الذي امتطته، لولا أنه ردفها بذراعه الضخمة وقال: تشبت جيدا يا سيدتي. دعجاء: أمرك يا سيدي. ضحكت عانكة عندما سمعت كلام دعجاء، وقالت بصوت مرتفع لشياطينها: أريد أن أكون في الحجاز بأسرع وقت. انطلقت الشياطين نحو الحجاز محلقة في كبد السماء.